لو رحت قبل كده تحج أو تعمل عمرة أكيد لاحظت إن أول ما بتدخل الحرم المكي بتنبهر ببرودة الرخام الموجود فيه بالرغم من أشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة العالية في المنطقة واللي ممكن توصل ل50 درجة مئوية في بعض الأحيان. تفتكر إيه السر في كده؟ السبب في الموضوع ده هو الراجل ده، مهندس مصر عبقري اسمه محمد كمال إسماعيل، وهو ده المهندس اللي صمم مخطط مشروع توسعة الحرمين واللي عملها كلها لوجه الله وما خدش عليها جنيه واحد. المهندس محمد كان عارف إن في نوع خاص من الرخام هو اللي يقدر يحافظ على برودته في عز الظهر حتى ودرجات الحرارة عالية جدا، وده لأنه في مسام دقيقة بتمتص الرطوبة بالليل وترجع تخرجها في النهار، فبتبرد الرخام في عز الظهر حتى لو درجة الحرارة وصلت ل50 درجة مئوية. لكن الرخام ده كان نادر جدا وما كانش موجود غير في جبل في اليونان، وبالفعل سافر الباشمهندس محمد على اليونان فورا وراح الجبل في اليونان واشترى نص الكمية الموجودة ورجع السعودية وعمل بها كل أرضية الحرم المكي. وتعدي الأيام والشهور والسنين وبعد 15 سنة كاملين السلطات السعودية كلمت الباشمهندس محمد وطلبت منه إنه يجيب نفس نوع الرخام ده ويركبه في أرضية المسجد النبوي الشريف. فساعتها المهندس محمد خاف جدا لأنه اشترى بس نص الكمية الموجودة في الجبل لما كان في اليونان، وسأل نفسه وقال معقولة كمية الرخام ده هتفضل في مكانها لمدة 15 سنة كاملين من غير ما تكون اتباعت أو الشركة اتصرفت فيها؟ فالمهندس محمد خد بعضه وسافر على اليونان فورا، وللأسف زي ما كان متوقع كمية الرخام اتباعت من زمان جدا وما عادتش موجودة. زعل المهندس محمد جدا وخلاص بدأ يستعد للرجوع للسعودية وهو مش عارف هيعمل ايه. وقبل ما يمشي ربنا ألهمه وسأل الشركة اليونانية سؤال غريب جدا، قال لهم هو مين اللي اشترى الرخام ده؟ بعد ما الشركة رجعت السجلات اكتشفوا ان اللي اشترى الرخام ده ولحسن الحظ هي شركة سعودية. ففرح المهندس محمد جدا وحس ببعض الأمل، ولكن سرعان ما حس باليأس من تاني وسأل نفسه وقال معقول يعني الرخام هيفضل موجود طول المدة دي من غير ما تكون الشركة استخدمته؟ فرجع المهندس محمد بسرعة على السعودية وراح الشركة السعودية وطلب يقابل رئيس مجلس الإدارة وسأله وقال له هو أنت عملت إيه بالرخام اللي اشتريته من 15 سنة من اليونان؟ الراجل صاحب الشركة رد عليه وقال له مش فاكر بس استنى هسأل المخازن. وهنا كانت المفاجأة، وهي إن الرخام لسه زي ما هو في المخازن من 15 سنة والشركة لسه ما استخدمتوش في أي حاجة. ففرح المهندس محمد جدا وفضل يحمد ربنا وطلع شيك على بياض وقال لصاحب الشركة خد اكتب فيه المبلغ اللي أنت عايزه. فصاحب الشركة استغرب جدا وقال له أنت مالك عايز الرخام ده قوي كده؟ رد عليه المهندس محمد وقال له ان الرخام ده رايح للمسجد النبوي الشريف عشان يتعمل بيه الارضيه بتاعته. فالراجل صاحب الشركه قال له يعني انت هتكون احسن مني؟ طب والله ما انا اخد ولا ربع جنيه من حقه ومتبرع بيه كله لوجه الله. فسبحان الله ربنا فضل محافظ على الرخام ده طول ال 15 سنه دول عشان في الاخر يروح لمسجد رسولنا الكريم، صلوا عليه.